المركز الثقافي الصمد الكنفاوي، السيدات والسادة ممثلي وسائل الإعلام، السادة الشركاء والداعمون، الحضور الكريم، يسرني أن أرحب بكم اليوم في هذا اللقاء الإعلامي المخصص لتقديم الدورة 38 للمهرجان الدولي للمسرح الجامعي للدار البيضاء الفيتوك. البعض يسميه بالعربية الفيتيك والبعض الآخر يسميه الفيتوك. هذا الموعد الثقافي العريق الذي استطاع على مدى ما يقارب 4 عقود أن يحافظ على إشعاعه وأن يرسخ مكانته كأحد أبرز المواعيد المسرحية الجامعية على الصعيد الوطني والدولي. ويكتسب هذا المهرجان أهمية خاصة لكونه يعد ثاني أقدم مهرجان للمسرح الجامعي في العالم، ما زال مستمرا في أداء رسالته الثقافية والفنية دون انقطاع، وهو معطى نفتخر به كلنا وجميعنا، لأنه يعكس قوة المشروع الثقافي الذي حمله مؤسسوه الأوائل، ويؤكد قدرة الجامعة المغربية على صيانة هذا الإرث الثقافي وتطويره جيلا بعد جيل. ولعل من أسمى معاني الوفاء في هذه الدورة أن نستحضر بكل تقدير واعتزاز الرجل الذي ارتبط اسمه بتاريخ هذا المهرجان منذ لحظاته الأولى، الأستاذ الدكتور حسن الصميدي، أول عميد لكلية الآداب والعلوم الإنسانية بالمسيك وصاحب المبادرة الرائدة التي أطلقت هذا المشروع الثقافي من العدم قبل 38 عاما. فقد آمن منذ البداية بأن المسرح الجامعي ليس فقط مجرد نشاط موازن، بل فضاء للتربية على قيم الحوار والانفتاح والإبداع وجسر للتواصل بين الشعوب والثقافات. وبفضل رؤيته الثاقبة وإرادته الراسخة ولد هذا المهرجان الذي تحول مع مرور السنين إلى مؤسسة ثقافية قائمة الذات، وإلى أحد أبرز رموز الإشعاع الثقافي الجامعي بالمغرب وخارجه. وإن تكريمنا له اليوم هو في الحقيقة في هذه الدورة هو في الحقيقة تكريم لجيل كامل من الرواد الذين آمنوا بدور الجامعة في صناعة الثقافة وبناء الإنسان. لقد شكل هذا الرصيد التاريخي المتراكم أساساً متيناً للثقة التي يحظى بها هذا المهرجان لدى شركائه المؤسساتيين والثقافيين. وقد تم اختيار إسبانيا هذه السنة كضيف للشرف أو كضيف الشرف لهذه الدورة بحكم انتمائنا إلى فضاء جغرافي واحد، إلى فضاء ثقافي وتاريخي واحد، وبحكم ما ينتظرنا من مشاريع مشتركة من هنا إلى 2030. ومن هنا نتوجه بالشكر الخالص إلى السيدة مديرة المعهد الإسباني سيرفانتيس بالدار البيضاء، كما نتوجه بالشكر الخالص لوزارة الشباب والثقافة والتواصل، وإلى مجلس جهة الدار البيضاء سطات وجماعة الدار البيضاء، وإلى مختلف المؤسسات الوطنية والمحلية التي تؤمن بأن الثقافة ليست ترفا بل رافعة أساسية للتنمية وبناء الإنسان وتعزيز قيم المواطنة والانفتاح على الآخر. كما أود أن أشيد بالعمل الجماعي الذي تقوم به أسرة المهرجان من أساتذة وإداريين وطلبة متطوعين وشركاء، والذين يشكلون فريقا متماسكا، البعض خاصة المدير الفني والمدير الإعلامي ومدير العلاقات الدولية والتعاون معنا اليوم لمشاركتي في هذه المحاضرة أو الندوة الصحفية.
بفضل تفانيهم وإيمانهم بهذا المشروع، وأن يقودوا هذا المركب الثقافي إلى بر الأمان، وأن يضمن استمرارية هذا الموعد الثقافي المتميز سنة بعد أخرى. وانطلاقا من قناعتنا بأن الثقافة يجب أن تكون في خدمة المجتمع، وحرصنا هذه السنة على تعزيز البعد التشاركي للمهرجان من خلال إحداث ورشة كما وعدناكم في السنة الماضية، ورشة مسرحية دائمة لا تقتصر فقط على طلبة الجامعة، بل تنفتح على شباب أحياء المجاورة للكلية في خطوة تروم أن تجعل من المسرح فضاء للاندماج والحوار واكتشاف المواهب وترسيخ جسور التواصل بين الجامعة ومحيطها الاجتماعي والثقافي، وتجسيدا لدور الجامعة المغربية كمؤسسة مواطنة منفتحة على محيطها. ولا يفوتني في هذا المقام أن أتوجه بالشكر الجزيل إلى مدير المركب عبد الصمد القفاوي الذي يستقبلنا اليوم في هذه الندوة الصحفية وخلال أو طيلة هذه الدورة 38 للفيتو. كما أتقدم بالشكر الجزيل إلى وسائل الإعلام الوطنية والمحلية التي واكبت هذا المهرجان منذ انطلاقته وساهمت في التعريف برسالته وكذلك بأهدافه، وظلت شريكا وفيا لنا وللجامعة المغربية العمومية ولمختلف المبادرات الثقافية التي تقوم بها جامعتنا وكليتنا كلية الآداب والعلوم الإنسانية بنسيت. إن دعمكم المتواصل وكذلك مواكبتكم المهنية يشكلان عنصرا أساسيا في نجاح هذا المشروع الثقافي الذي انطلق منذ زمن بعيد، وفي ترسيخ حضوره داخل المشهد الثقافي الوطني والدولي. وستشهد هذه الدورة كذلك تكريم ثلة من الفنانين من النساء والرجال الذين أسهموا بشكل أو بآخر على امتداد عقود في صناعة ذاكرة هذا المهرجان وإثراء المشهد الثقافي خاصة المسرحي منه المغربي بعطائهم اللامشروط الفني والفكري والإبداعي. إنها لحظة اعتراف جماعي بأسماء تركت أثرا عميقا في تاريخ المسرح الجامعي وفي مسيرته الثقافية والفنية، وأسهمت في ترسيخ مكانة المهرجان كمنارة للحوار البناء وللإبداع والتبادل الثقافي. إن الدورة 38 هي في جوهرها عودة هذه السنة إلى روح الفيتو، إلى روح المشروع المؤسس للمهرجان، الإيمان بالشباب والانفتاح على الآخر القريب والبعيد وتعزيز الحوار بين الثقافات وجعل المسرح دائما جسرا للتفاهم والتقارب بين الحضارات. وكذلك ومن الدار البيضاء كذلك المدينة التي تستعد لاستحقاقات الكبرى في أفق سنة 2030. نجدد التزامنا بمواصلة هذا المسار الثقافي الذي يضع الإنسان مرة أخرى والإبداع في صلب التنمية، ويؤكد أن الثقافة ستظل دائما أحد أهم رهانات اليوم والغد. شكرا لكم على حضوركم ومواكبتكم، ومرحبا بكم جميعا في الدورة 38 للمهرجان الدولي للمسرح الجامعي للدار البيضاء، وشكرا جزيلا لكم.